العيال اللي قدامكم دول مش ملايكه ومش ملائكه، والبراءه مش بتنط من عينيهم، لا دول مجرمين وعاملين جرايم انت عقلك مش هيستوعبها. العيال دي من محافظه كركوك في العراق. العيال دي يعني هم دلوقتي عندهم 11 سنه، العيال دي من وهم عندهم 9 سنين، يعني من سنتين بدأوا ان هم يعملوا علاقة مع بعض الولدين دول. المهم العلاقة دي اتطورت وراحوا مقررين ان هم يجيبوا بنت. راحوا جايبين البنت القمر دي بنت جارتهم، وبدأوا ان هم يعتدوا عليها. وبعد ما اعتدوا عليها بصوا بقى التفكير، طيب البنت دي هتفضحنا نعمل فيها ايه؟ نخنقها ونروح رمينها في اقرب بحيرة موجودة. وراحوا رمينها في بحيرة موجودة جنبيهم او حمام سباحة تقريبا قديم، عشان يبان ان البنت ميتة غرقانة. شايفين التفكير؟ وطبعا الشرطة قلبت الدنيا لما لقوا البنت دي. طيب مين اللي عامل فيها كده؟ محدش كان يعني عمرهم ما كانوا هيشكوا ان دول المجرمين. المهم ان هم لما بدأوا يفرغوا الكاميرات لقوا الولدين دول اللي عملوا في البنت كده. طبعا التحقيقات صدمت الناس كلها، وفي يعني الشرطة كانوا فاكرين ان المجرم حد كبير، ما كانوش مستوعبين ان هم العيلين دول اللي هم 11 سنة. بنتكلم في الجريمة دي ليه؟ عشان الجريمة دي مش موقف حصل في محافظة في دولة، لا دي جريمة موجودة وبتحصل في كل حتة. ليه؟ لان يعني الرقابة قلت جدا. فانا عايزة اقول حاجة، الانترنت والموبايلات والتلفزيون والحاجات دي طول ما هي موجودة مع عيالكم مش عيال صغيرة ومش سنهم صغير، لا الانترنت والتلفزيون فتح العقول. انا عايزه اقول لكم ان التلفزيون والله العظيم امبارح بالصدفه انا بقلب عادي فلقيت قناه بتاعت كرتون المفروض ان هي بتعلم العيال، فلقيتها بتقول ايه، انت إيه اسمع كلام باباك ومامتك، تطيع باباك ومامتك بس مش على حساب نفسك، المفروض ان انت يكون ليك شخصيه مستقله، وادم انت تميت مش عارفه 13 سنه يبقى انت تعمل اللي انت عايزه وتتنطط وتعمل. لقيت ان الكلام مش طبيعي ان هو بيتقال. انا مش يعني انا ما قلتش ان الانسان ما يبقاش مستقل بنفسه، لا يبقى مستقل، بس انت بتقول الكلام ده العيال عندها 5 و6 سنين بيتفرجوا. طب ما طبيعي العيال دي لما تتفرج عليك طبيعي ان الام والاب اول ما يقولوا حاجه يعني هيقولوا لا عشان احنا عاوزين نستقل بنفسنا. دلوقتي العيال بقيت اصلا اول ما بتكلموا يقولوا لك لا. لا ليه؟ عشان انت مدخل لهم سموم وافكار غريبه في دماغهم. يعني انت دلوقتي تشوف الموقف من بره، العيالين دول مستحيل ان هم يعملوا كده، لكن انت مديهم خراف في ايديهم، مديهم انترنت بيوريهم البلاوي السودة كلها، التلفزيون بيوريهم البلاوي النيلة كلها، ما بقاش في رقابة. انت عيالك لو قاعدين مع حد اكبر منه في السن غلط. احنا اهالينا زمان كانوا بيقولوا لنا انت عندك كام سنة؟ 10 سنين ما تقعدش مع حد عنده 12. هتقعد معاه ليه؟ كل سن وليه حاجة. يعني انت دلوقتي مثلا عيل صغير تتكلم في لعبة تتكلم في حاجة، لكن لما تقعد مع حد اكبر منك مراهق يكلمك ان انا عايزة اكلم البنت دي، انا عايزة اخرج مش عارفة، يعني تفكيره غير تفكيرك، كل واحد يعيش سنه. الانترنت بقى خلى الانسان مش بيعيش سنه، لا ده بيعيش كل السنين. فلازم في رقابة. راقبوا عيالكم، خلوا بالكم من عيالكم. التليفون في ايديهم او التلفزيون ان انت تسيب عيالك قدامه وتقعد تريح دماغك مالكش دعوة، انت بتدي لعيالك سموم. انت بتديهم دلوقتي حاجة نظري هما بيبقوا عاوزين يطبقوها عملي، وده اللي احنا شفناه في الجريمة دي وشفناه في جرائم تانية كتير. العيال ما بقتش عيال، والله العظيم ما بقوا عيال. واكيد اكيد اكيد كلكم شايفين الجيل بتاع دلوقتي وشايفين التربية وشايفين الرد الفعل بتاع العيال وشايفين كل حاجة. فاتقوا الله في نفسكم وفي عيالكم عشان الموقف ده. يعني اهاليهم، يعني انا الله يكون في عون اهاليهم، لو جابوا لهم مصيبة وهم لسه 11 سنة، انتوا متخيلين؟